السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب كده تكونوا دايما انتوا بخير، ويكون معايا كده في متشجعين وبتعملوا معايا زي ما انا بنظف كده التنظيفات بقى بتاعة الشتاء او بتاعة المدارس زي ما بتحسبيها. لو ما عندكيش مدارس يبقى تنظيفة الشتاء، لو عندك مدارس تبقى تنظيفة المدارس. خدها كده. احنا خلصنا الأوضتين بتوع النوم. قبل ما تنضفي الصالة انا عندي كده، قبل ما بنضف الصالة هنضف المطبخ بتاعي. انا اول ما هنسمي كده بالله هنصلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام، وهروح كده بس احوش فيشه التسجيل علشان صوت القران. عندنا بقى هنا المطبخ الواحد لما بيجي ينظف الله ينور اول مره تحصل. شوفوا الشفاط بتاعي عامل ازاي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الشباك كله عفر والبوتاجاز يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. هوريكم المطبخ كله اهو. انا اول مره اصور لكم المطبخ كله كراكيب 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 كراكيب. عايزين ننضف بقى كده ونوضب ونعمل. دي الاكل، دي الحاجات بتاعه الفطار ونعمل. ودي التربو بتاعي هننضفه وهنحوش الحاجات اللي فيه. وده هي المطبخ كله اهو. قبل قبل ما بنضف الصاله انا عندي قبل ما انضف الصاله بنضف هنا على سمة اللي انا بنضف وبعمل. اللي على الجدار ده مش سيراميك، اللي على الجدار ده مطبخي ما كانش فيه سيراميك، ده جلاد انا جايباه بالمتر. جبته وعملت المطبخ كله ولزقته بغير. كله كده ما شاء الله بيتمسح وبيتعمل. بس غلطتي الوحيده اللي انا ما جبتوش فاتح شويه. انا جبته بتاع السيراميك اهو. انا عامله بس كنت عامله بس فوق الحوض، ورحت جايبه بقى الجلاد عملت المطبخ كله جميل وحلو. ما يبقى ربنا يفرجها نبقى نغيره. هنعمل بقى المطبخ وهننضفه وهنمسك حته حته كده نعملها. انا لما باجي اعمل يعني بمسك جزء جزء. يعني مثلا همسك الجزء بتاع البوتاجاز بنضف البوتاجاز بشده وامسح وراه، انضف فوقه، انضف الشفاط الشباك حته بحته كده علشان ما احسش اللي لا كله كركب عليا وببقى هبطان. فهنعمل معاكم جزء بجزء كده، والجزء اللي هنضفه هوريه لكم. يا رب دايما كده نكون احنا بنشجعكم وانتوا برضو ما قلتوليش في التعليقات يا ترى الفيديوهات اللي انا بعملها دي بتشجعكم ولا ما بتشجعكم. هسيبكم برضو تكتبوا له في التعليقات وتعملي لي لايك وكومنت حلو علشان نشجع ونعمل حاجات احسن واحسن. هنعمل بقى حاجه بحاجه كده وهوريها لكم. احنا هنعمل الخلطه اللي احنا هنشتغل بقى في المطبخ بتاعنا كله. معايا هنا دي الصودا الكاويه اللي انا بقول لكم عليها اللي اسمها البطاص او الصودا الكاويه زي ما بتسموها. ومعانا هنا الحاجه السحريه دي الجميله ديت. انا جايبه برطمان لهلوبه والنبي ده لسه ما اتفتح. صدقوا انا ناسياه يا بنات. اللهلوبه دي جميله، جايباها بريحه الخوخه، جميله في كل حاجه، في هدوم في غسيل الحاجات. شوفوا الواحد يبقى عاوز ياكل. هنقلبها تقليبه حلوه كده علشان دي الريحه بتاعتها اللي بتبقى فوق. ارفعي ايدك فوق شويه يا شهد. انت مش قادره ترفعي التليفون اهو. اقلبها كده الاول تقليبه حلوه جميله يا بنات. والله العظيم لو لقيتها عند اي حد هاتي. حلوه في غسيل الالمونيا وحلوه في التنظيفات وبتعمل ريحه حلوه ورغوه حلوه وبتغنيك عن الصابون وعن البريل وعن الحاجات دي. هنعمل ريحتها زي الحلاوه. هي شهده قالت لكم اهي ريحتها زي الحلاوه. شهده هتمد ايديها الوقت وتاخد لها لحس. احنا خدنا الحبه اللي في المعلقه دول كفايه. هنحط شويه صودا كاويه كده قيمه معلقه او نزود شويه عشان البوتاجاز فيه زيوت كتير. هناخد هنا شويه خل. اسمه انا متلخبط في اسمه. ده بوطاص، احنا عندنا هنا بنسميه البوطاص. شوفوا بقى انتوا عندكم بتسموه صودا كاويه بتسموه معانا هنا نص كوبايه خل كمان عشان اللي في المعلقه ده خساره. هنقلب ده كده. شهده راحت تاكل مناخيرها عشان هتطلع بيطلع حاجات سخنه كده وبتفاعل مع الخل. ارفعي ايدك شويه يا شوشو كده وابعدي وشك. هنجيب بقى شويه ميه سخنين حلوين كده، سخنه يعني دافيه شويه اهو. الخلطه دي بقى اعمليها وادعيلي، اعمليها وادعيلي. دي عندك اي زيوت لازقه يعني بتفورها بمعنى بتفورها. الخلطه دي انا كنت عاملاها لكم قبل كده اللي كنت منضفه بها الشفاط والبوتاجاز، وعامله لكم كمان الشفاط الشفاط من جوه خالص
تنظيفاته الداخليه، بس لسه همنتجهولكوا وانزلهولكوا. خليته قشطه 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 كده. ادي الخلطه هنا بقى، دي بتزوديها بقى وتعملي بقى، تنقعي فيها الكوش بتاعك البوتاجاز، تبخه على الحيطان، اسكان عندك بتاع سيراميك او جلاد زي اللي انا عاملاه كده، هتبخه هتلقاها بيحوش كل حاجه. فهنعمل بقى الخلطه دي، بتحطها في بخاخه وتبقى معاكي بقى تبخ على اي حاجه فيها زيوت، تلقاها فله فل. يلا وقفي يا شوشو. عملت ايه تاني؟ الخلطه انا عبيتها في الازازه بتاعت سيترس دي الاولانيه، ده بديل سيترس. وخدت الكوش عملت لها خلطه تانية اهي. والحاجات شوفوا هتلاقوا فوران، شوفوا الحاجات اللي طالعه، عملت لها خلطه اهي. وهنقعهم شويه علشان اغسلهم واطلع اللي فيه. البوتاجاز بقى تروح تقلبه الحوامل دي، الحامل مقلوب على وشه، عشان ارش بقى عليه ايه من الخلطه اللي انا عاملاها دي. هتلقاها بقى ما شاء الله حلو. هرش البوتاجاز كله بقى واسيبه يتنقع، وهاخده انا بقى تغسله غسله حلوه، علشان الجزء ده اللي هنضفه الاول، الجزء بتاع الشباك والشفاط والبوتاجاز، واشد البوتاجاز وامسح وراه. ومن الخلطه دي كمان يعني انا هرفع لكم التصوير شويه، استنوا كده معايا معلش اهو. شوفوا برش برضو بينها على الجدار بتاعي ده كده اللي ورا البوتاجاز. عندك سيراميك عندك اي حاجه هتبخ عليها هتلقاها بقى ما شاء الله حلو. هعمل الحاجات دي كلها وهجيلكم واحنا بنغسله. انا فضيت كل البراطيم اهي، وكل الحاجات اللي فيها الشاي والسكر اهي، والبهارات وكله كده فضيتهم. والبراطيم اللي لسه فيها حاجات، والبراطيم اللي فيها حاجات مش مستاهله رشيت عليها من فوق. شوفوا الخلطه دي والله العظيم سحر. شوفي من قبل ما اغسل اهو، شوفي اهو، شوفوا التراب. استني كده اما افتح لكم الفلاش. شوفوا التراب، شوفي بتمسحي بس كده. شوفوا المنظر، والله ساحر الخلطه اللي انا بعملها لكم دي. شوفي اهو من غير لسه ما عملت اي حاجه. شوفي البرطمان برضو، شوفي بالزيوت ومن التراب. شوفوا اهو الخلطه دي جباره. انا فضيت كل بقى البراطيم اللي هي هتنفع تتغسل وهي مقفله، بترش عليها عادي وتغسلها وهي مقفله. ودي البراطيم اللي انا هغسلها برضو هرش عليها من الخلطه بتاعتي دي اللي هي بتاعه طقم البهارات. فضيتهم كلهم اهم في قلب اطباق زي ما قلت لكم، وهغسلهم بقى. وشوفوا البوتاجاز، شوفوا الحاجات اللي نازله منه من الخلطه اللي انا عاملاها. شوفوا والشفاط برضو نقعته هنا اهو، وهنا برضو رشيت عليه حتى اللي هي الجوندات السيليكون. بس اهم حاجه تنقعي في حاجه بلاستيك، ما تنقعيش في حاجه المونيا او في حاجه الاستانلس عادي برضو. يعني هو بينضف الاستانلس عشان نرشها على الاستانلس عادي. شوفوا الحاجات اللي نازله من الحوامل دي، كل دي زيوت نازله من الحوامل اللي انا بخيت عليه اهي. شوفوا الحاجات اللي نازله منها. الخلطه دي جميله. هخلص بقى كده الجنب ده عشان مش هعرف اصور لكم وانا بشتغل بقى. هخلص الجنب ده وهوريكم بقى بعد ما نخلص المنظر بتاع الجنب ده كله كده. انا بخدته بالشفاط بكله كده، رشيت هنا كده كله هرش عليه عشان الزيوت. شوفوا شوفوا الزيوت بتطلع ازاي شوفوا الزيوت، شوفوا الحاجات اللي على الجلاد، كل ده بيطلع مع الرش اللي انا عاملاه ده. هنخلص بقى كده الجنب ده واخلص البوتاجاز، وهرش برضو هنا برضو على الرخامه بتاعتي دي، على الرخامات برضو رشي، على المطابخ برضو رشي. بس يبقى ترشي وايدك فيها هيد، ما تمسحها على طول، ما تنقعيش الحاجات اللي فيها زيوت اللي تنقعيها، عشان ما ترجعيش تقولي ايه ده مطبخ خشب. فالخشب لو رشيت عليه الدهن بيطلع، فانت ترشي وتمسحي على طول، ما تسيبيش كده عليه تنقعيه. هخلص بقى كل الحاجات دي، هخلص الجنب ده كله وهوريه لكم بعد، عشان انا ما اعرفش اشتغل قدامكم وانا بعمل. زي ما انتوا عارفين كل واحده بتشتغل في بيتها براحتها. هشتغل واخلص كله كده وهوريكم المنظر بعد ما اخلص. شوفوا بقى منظر البوتاجاز، الله اكبر، مرايه بعد الخلطه اللي انا قلت لكم عليها دي. شوفوا نضف وعد قشطه وفله ازاي، والله العظيم الخلطه دي تحفه. وحشت بقى البوتاجاز من مكانه، الجدار اتعمل، الشفاط اتحاش اتغسل، الشباك برضو اتحاش، نضفنا كده حواليه ووراها علشان بقى ايه نزقه مكانه. واحنا كده خلصنا من الجنب ده علشان ننتهى منه. والبوتاجاز برضو اتنضف وبقى فله. والحاجات بتاعته برضو هوريها لكم اللي احنا حاطينها فوق، اللي احنا حاطينها في الشمس. زي ما انا قلت لكم انا بغسل الحاجات واروح مكفيها فوق في الشمس علشان تنشف وتتصفى كده. ارجع لكم بقى كده بقى التاني اما نخلص بقى. شوفوا لسه الجنب التاني ده انا بعمل حته بحته، لسه الجنب التاني ده كله لسه مليان كركبه والمطبخ الخشب. والحته اللي فوق دي هننضفها وهنمسح الجنب ده كله
والتلاجة انا كنت عاملاها قبل كده بالجنب بتاعها اللي فوق، يعني بمسكها حته حته كده عشان ما تركبش عليا ولا تهبطي في وقفتي. بس بالله عليكم رايكم في البوتاجاز. شوفوا، والنبي البوتاجاز ده بتاع فرحي بقاله يجي اكتر من 18 19 سنه اهو. شوفوا البوتاجاز، كل ما تهتم بنظافه الحاجه تعيش معاك، الحاجه اهملتيها مش هتعيش معاك. شوفوا بقى الحاجات لما تغسليها وتروحي مفرطاها كده على ملايه تنشف، انا حطاها على السلم بتاعي تنشف، الشمس هتجي لها دلوقتي تنشف بقى وتتعقم وتتحمص كده وتبقى جميله، حاول تحطي فيها بهاراتك وتحطي فيها حاجتك تاني. التنظيفات دي بتشجع، بتعمل راحه نفسيه، بتحوش الطاقه الايجابيه اللي في الدار، بتحوش الطاقه السلبيه وتديكي طاقه ايجابيه وتنشطك، علشان احنا داخلين على المدارس تديكي بقى تبور كده وتديكي ايه، حتى تخش في المطبخ ما انتش هتبقي ايه متضايقه من شكل الحاجه، بتخليكي فرحانه عاوزه تخشي تطبخي، عاوزه تخشي تعملي وتعملي الحاجات بحب والحاجات بنظافة كده. يا رب كده يكون بتشجعكم، واللي وصل معايا هنا لغاية الفيديو أنا بفكركم هما تنسوش اعملوا له لايك واعملوا له كومنت حلو عشان نبقى كده حلوين مع بعض ونشجع. ماشي، هنسمي بالله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا مطبخنا اهو، حاجات بسيطة، وما تروقي مطبخك بحاجات بسيطة، وما هو شرط يبقى عندك مطبخ ألمونتال، ما هو شرط يبقى عندك حاجة زي فلانة وزي علانة. أهم حاجة في الدنيا كلها رضا النفس، والحمد لله النفس راضية بكل حاجة. أهم حاجة الرضا والصحة، دول أحسن حاجة الواحد بيعيش بيهم. أدا هنا إيه، هنبدأ أهو بسم الله الرحمن الرحيم. أدا البوتاجاز بتاعي زي ما انتم شايفين، هنخش اهو بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ادي البوتاجاز بتاعنا زي ما انا وريتكم، مسحته مسحت حواليه ونضفته وزقيناه مكانه. الهدمه دي انا بحطها عامه هنا كده علشان الزيوت، تحط هدمه هنا كده عشان تمنع الزيوت، واما تيجي تولعي الفرن عامه بتشيليه. اهم حاجه رضا النفس. نضفنا بقى كده كل حاجه، يعني ما شاء الله شوف الحاجات فيها كميه نظافه ما تعرفيش، يعني الواحد فرحان بالحاجه اللي هو نظفها، والواحد فرحان بالحاجات دي. حاسس كده براحه نفسيه. فرشنا بقى السجاده بتاعتنا اللي احنا بنفرشها في المطبخ، التربة تغسل وتنضف وبقى ما شاء الله زي الفل. هنا بقت الحاجات ايه، بلاش نصور لكم الحاجات اللي هنا بقى بنحط الجردل اللي فيه الرز والطبليه، احنا كلنا بناكل على الطبليه يعني. هنا الحوض بتاعنا بعد ما خلصناه وغسلناه، دي صفايه المعالق بتاعتنا، دي واحده ودي واحده علشان المعالق كتيره يعني. خلصنا الحوض بتاعنا وغسلناه غسيل حلو. نقفل بس الحنفيه بتاعتنا حلوه كده. ديت هدمه كده بنمسح بها الحوض، عشان عامه ما بحبش الحوض يبقى عليه ميه، بحب انشفه. ديت اللي احنا بنصفي فيها المواعين بتاعتي. حطينا حاجتنا، نظمنا حاجتنا، وضبناها، جهزنا بقى. كل سنه وانتم طيبين، طلعنا اللانش بوكسات غسلناهم. حاجات بسيطه. لو نضفت مش شرط يبقى عندك حاجات كتير، نضفي بحاجات بسيطة وانت هتحسي براحة نفسية كده فظيعة اما تعملي. الشباك بتاعنا برضو نضفناه وخلصناه. الشفاط اتغسل واتنضف وبقى ما شاء الله. الشباك ما بعرفش احط عليه ستارة من هنا علشان هو تحته البوتاجاز. انا عامله ايه بقى، انا عندي هنا مسقط فحاطه فيه ستاره كده، يعني الستاره الحمراء اللي انتوا شايفينها دي بشدها وبحوشها، يعني بفتح الشباك وشدها وحش. والحمد لله لازم نعمل حاجه، انا ده الشباك خد الشر وراح، اللي اتغسل فانا بغسله فكان مقلوب فراح الازاز مكسور منه حته، مش مشكله. اهم حاجه النظافه، اهم حاجه تحسي بالراحه النفسيه اللي انت عملتيها. حاجات بسيطة هتفرحي نفسك وهتحسي لنفسك انت مرتاحة ذات نفسيا وانت واقفة بتعملي الحاجة في المطبخ بحب لأولادك. ربنا يديكم الصحة يا رب، وتعيشوا وتعملوا وتنظفوا، وربنا يعين كل واحد على بيته وعلى نظافة بيته وعلى أولاده ويعينهم كده. أسيبكم في رعاية الله وحفظه. وما انساش قبل ما اطلع لازم تحطوا له لايك وتعملوا له كومنت حلو عشان اشجع. ربنا يسعدكم يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.